مساء الخير يا فندم، معاك عمر من شركة BSA. اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ اهلا، انا كنت مشترك معاكم وبدفع اشتراك الكورس 2000 ونص، بيتسحبوا اول كل شهر. تمام كده؟ تمام، حلو جدا. لا مش حلو جدا يا فندم، لان انا من شويه اتسحب مني مرتين، يعني 5000 جنيه، وده اسمه كلام؟ ولا انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ مفيش داعي للغلط حضرتك، لحظات معايا بس هراجع البيانات وهشوف مشكلة حضرتك فين وان شاء الله هحلها لك. نعم. انت لسه هتحطني على الانتظار؟ انت تحل لي المشكله دي دلوقتي والفلوس ترجع لي حالا. لا يا فندم، انا ما اقصدش، انا بس بقول لحضرتك ان استنى على الهولد لحظات عقبال ما اشوف مشكلة حضرتك عشان احلها لك. ايوه، ما هي دي اخرتها. جايبين لي عيل اهبل لسه متعين جديد. بقول لك ايه، انت تحل لي مشكلتي دي دلوقتي حالا. انا اقول لك تعمل ايه وانت تنفذ. تمام؟ مش تسيبني نص ساعه على طول على الانتظار. مفهوم؟ تمام يا فندم، انا متفاهم حضرتك جدا والله، بس اللي باين عندي ان حضرتك الشهر اللي فات اخترت انك انت تسدد الشهرين اللي جايين مقدما، وده اللي باين عندي في الطلب حضرتك، وبناء عليه المبلغ اتسحب مرتين من حساب حضرتك. وانا لو مقدم طلب بالشكل ده هتصل بيك ليه واضيع وقتي ووقتك؟ ولا اقول لك وقتك ايه؟ ما انت وقتك كده ملوش لازمه، وقتك ضايع زي انت كده ما مالكش اي 30 لازمه. عامة لو حضرتك عندك أي شكوى ممكن تقدمها على الأبليكيشن أو تزور أقرب فرع لحضرتك. انا كنت عارف من الاول ان انت مالكش لازمه، لا يا فندم، يعني أنا قصدي إنك حضرتك ممكن وان انت مش هتعرف تحل المشكله. مشغلينك ليه طيب؟ عشان تضيع وقتنا؟ بجد انت لازمتك ايه؟